أهلا بكم في استوديو الكرة مع صلاح. سنعرض الآن ملخص مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز. تغلب الأهلي على الاتحاد الإسكندرية بهدفين واضحين في المباراة المؤجلة من دور ال21 للدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب اليوم السبت. وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء أحرزها معلول في الدقيقة 9 من عمر المباراة. ثم جاء كهرباء بعد 3 دقائق ليحرز الهدف الثاني. بهذا الفوز وصل الأهلي إلى النقطة 75 في صدارة الدوري من لعب 29 مباراة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن، وأصبح الأهلي على بعد نقطتين لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي. وعلى الناحية الأخرى فاز نادي الزمالك على فيوتشر ب3 أهداف مقابل هدفين بعد ريمونتادا تاريخية. وسجل فيوتشر هدفين عن طريق ناصر الناهر في الدقيقة 4 وأحمد عاطف في الدقيقة 25. وعاد الزمالك ليسجل ثلاثية عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 47 وناصر منسي في الدقيقة 50 في نهاية الشوط الأول. ثم جاء الهدف الثالث من ركلة ثابتة عن طريق أحمد سيد زيزو بعد تسديدة صاروخية. وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 58 في المركز الرابع. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.